كشف ممدوح الساعاتي وكيل اللاعبين عن تحركات من الأهلي للتعاقد مع بابلو الصباغ المهاجم الكولومبي الذي يمتلك الجنسية الفلسطينية ويلعب في الدوري الكوري. معلول يصنع هدفين في فوز تونس على قطر، وبن رمضان يسجل هدف ويفوز برجل المباراة. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أفريقيا. سيد عبد الحفيظ يظهر في مران الأهلي للإطمئنان على استعدادات الفريق لكأس الرابطة والتأكيد للجهاز الفني على ضرورة التعامل مع المباريات بجدية. يوسف بالعمري لاعب نادي الرجاء البيضاوي المغربي هو الخيار الأول للنادي الأهلي المصري لتدعيم مركز الظهير الأيسر، مع وجود ترشحات للاعبين تحت السن في هذا المركز، وفي حالة الفشل في ضم اللاعب المغربي سيتم التفاوض معاهم. التقارير في المغرب في أن نادي اتحاد تواركا المغربي يريد الحصول على 1.5 مليون دولار نظير بيع فؤاد الزهراني لأي نادي خلال يناير المقبل، واللاعب يعتبر هدفا لإدارة النادي الأهلي. الأهلي أجرى اتصالا بيزن النعيمات، واللاعب يرحب بارتداء الفانلة الحمراء، والأيام القادمة ستثبت ذلك. خضع الكابتن حسن شحاتة لعملية جراحية استغرقت 13 ساعة. أجاز بن رمضان بعد خروج تونس من كأس العرب قبل أن ينضم مجددا لمنتخب بلاده استعدادا لكأس أفريقيا. محمد عبد الله وأحمد عبد القادر يواصلون برنامجهم التأهيلي في الأهلي. مشاركة أشرف داري في التدريبات الجماعية بشكل قوي. سيصنع التاريخ في أفريقيا، منتخب مصر يدعم محمد صلاح بقوة. حامد حمدان: قررت تأجيل كل العروض لحين انتهاء كأس العرب. لن أستطيع الحديث والإجابة عن السؤال حول مفاوضات الأهلي. حدث حديث من أهلي طرابلس السويحلي وهو وسيط تواصل معي وسألني عن الانتقال للشباب السعودي. علي معلول لسيفن كورة: محمد علي بن رمضان قدم مباراة كبيرة وحاولنا الفوز وانتظرنا نتيجة مباراة سوريا وفلسطين، لكن الحظ لن يكن معنا، وهذا صفحة ونغلقها. اللاعبون الذين سيشاركون في كأس أفريقيا سيقدمون مستوى يليق باسم تونس، وعلينا أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها. حامد حمدان عن عرض الأهلي: أنا في بطولة أكبر من مفاوضات الأهلي وأكبر من مستقبلي الشخصي. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.